بابا بيشرب سجاير وبيخليني اروح اجيب له سجاير، هل علي ذنب يا شيخ لو انا رحت جبت له السجاير؟ سؤال جميل جدا يا جماعة. دلوقتي اب مبتلى بالتدخين، وساعات الاب يبقى قاعد في البيت يقول له يا ابني ايه، روح اشتري لي علبة سجاير، اشتري لي سيجارتين. فهل في هذا الامر الابن يعني يسمع كلام ابوه؟ لا طبعا، ما ينفعش نسمع كلام والدنا في حاجة زي كده. بس نجيبها له ازاي؟ مثلا بابا قال لك روح هات لي علبه سجاير يا احمد او يا محمد، هتقول لي لازم تكون تقول له بقى باسلوب جميل جدا. تقول له يا بابا السجاير دي مضره، يا بابا السجاير دي حرام، يا بابا دي مضره لصحتك، انا خايف عليك، ربنا حرمها. وتقولها له باسلوب جميل. شد عليك، قول له يا بابا والله انا ما اقدرش ان انا اروح اجيب لك سجاير لان دي حاجه حرام، وانا ما اقدرش اعينك على الحرام. حتى لو الشيخ ابن العثيمين قال حتى لو ابوك زعل منك او قطعك، ان شاء الله ليس عليك اي ذنب. لان يا جماعه لا طاعه لمخلوق في ايه؟ في معصيه الخالق. ما ينفعش نطيع اي مخلوق في معصيه الخالق. وربنا يتوب على بكم من السجاير، وربنا يتوب على كل مدخن من شرب السجاير. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.